ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يلا بينا عشان نشوف هنعمل افطار النهارده. المية على النار اهيت وفيها بصلة وطماطم، اي حاجة عايزة تحطها بقى، بوكيه جرنيه حطيها، عايزة تحط ورق لورا حبهان ايا كان اللي انت عايزاه. بسم الله. نزل الفرخة. بسم الله. وهنا نقعنا الترمس وهننزل بنسلق، احتمال يكون بكرة العيد او بكرة الوقفة، لسه محدش عارف. المهم على ما الفرخة تستوي ننزل نبلها على قد ذكر الله وبالصلاة على رسول الله، نشوف هنعمل ايه. كده يا حبايبي الفرخة استوت وشلناها والترمس انسلق وشلناه. هنعمل بقى الأكل. الرز على النار هيتشوح حلو زي ما احنا عملنا قبل كده مع بعض كذا مرة، كلكم شاطرين وكلكم ما شاء الله بتعملوه. المهم ده طماطمتين وبصلاية وفصين توم، هضربهم في شوية مية وفي الخلاط مع التوم والبصل، وهنعمل بقى شوية ملوخية. لو حد بيعملها كده يقول لي، لو بتعملوها بطريقة تانية برضه قولوا لي. بس حلوين. الترمس انسلق وده الرز بيتشرب، هتسيبيه يبرد عادي وبعد كده تغيري المية وتحطي له مية وملح وليمون وشطة، ايه الطريقة اللي انت عايزاها يعني. بسم الله. كده ضربنا الطماطم والبصل والثوم مع بعض، ننزل بقى عليها بالشوربة. بسم الله. وحطينا ملح وشوية سكر ومرق دجاج، وبعدين نبقى نعمل ما تغلي، قبل ما تغلي نعمل الملوخية ونبقى نعمل بتاع الطشة بتاعتي. يلا حبيبي هنعمل الملوخية. الشوربة غليت اهيت والثوم على النار، وده الملوخية مشوي. بسم الله. بسم الله. بسم الله. ننقل المكان ديت عشان نعملها تغلي قوي. البسطرمة اتحمرت ومعاها كزبرة، ننزل عليها.